السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور الزمالك العظيم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كان ماتش الزمالك وبلاك بولز في الجولة الخامسة من كأس الكونفدرالية. النهارده خلاص الزمالك صعد لدور الربع النهائي رسميا، تمام؟ وان شاء الله باذن الله الصدارة زملكاوية، هي كده كده زملكاوية بس باذن الله تتأكد الماتش الجاي، تمام؟ النهارده الزمالك كسب 3-1. زيزو اشتغل اخيرا، زيزو اشتغل، ودي حاجة يعني انا ككابو بتبسطني قوي. يعني لما زيزو بيلعب انا خلاص بتبقى عندي الغزاله رايقه على الاخر. زيزو يصنع الباقي يقلد، زيزو يصنع الباقي يقلد، ولو شايفها على مقاسك البسها، تمام؟ النهارده بدأ جروس بخطه 4-2-3-1. ما كانش فيه اي تغييرات على الماتشات اللي فاتت، هي نفس الخطه، اختلاف لعبه بسيطه يعني. محمد عواد حارس مرمى، قدامه حسام عبد المجيد، محمود حمدي الوحش اللي يعني ما شاء الله ما بيهموش، بيرجع من الصليبي بيبقى عايز يعمل صليبي غيره بصراحه، يعني ما شاء الله عليه، الله اكبر عليه. عمر جابر، احمد فتوح، محمد شحاته اللي ابتدى الله اكبر عليه، جميل قوي قوي قوي، عاش قوي يا شحاته. انا انتقدتك في ماتش المصري بس رجعت ماتش ابو قير قلت لك انت عاش قوي، والنهارده انا بقول لك عاش قوي قوي. دونجا اللي هو كان بصراحه النهارده يستاهل جول. دونجا بيعمل ماتشات اليومين دول 10/10 10/10. النهارده شاط كذا شوطه والحارس صدها وكده، بس دونجا كان يستحق النهارده جول. قدامهم عبد الله السعيد اللي النهارده ما كانش احسن حاجه بصراحه، عبد الله النهارده ما كانش كويس خالص. قدامهم على الشمال الحنكوش شلبي، بس اداؤه يعني بيجي، بس هو حنكوش يعني، ده ما ننكر، هو حنكوش بس اداؤه يعني ممكن يجي، وان شاء الله ما يجيش يعني باذن الله، لان في التبديله اللي حصلت النهارده اللي بنتايج نزل وكده شكله خلاص مش هيخلي شلبي ده يشوف الملعب تاني اساسا، اخره هيلم لهم الكور، هيشيل لهم اللبس بتاع كده يعني. على اليمين زيزو الزوز اللي انا مبسوط قوي، تمام؟ قدامهم حسام اشرف. شوط اول من نادي الزمالك، بدأ الدقيقة 2 تسديدة حلوة قوي من زيزو، بس جت بجوار العارضة كده. بعدين الشوط ما كانش فيه يعني أي خطورة أو كده، كان لعب عادي. الزمالك ماسك كورة بس بلا هدف. غياب تام لحسام أشرف، بيتمرقع ومش بيعرف يطلع في الالتحامات وكده، فغياب تام لحسام أشرف، تمام؟ مصطفى شلبي عمال كل شويه ياخد الكوره ديرجن يفقد الكوره ديرجن، هو ما بيعملش حاجه غير كده، تمام؟ مصطفى شلبي النهارده كان عنده بدل الفرصه 10 ان هو يعمل زي ماتش ابو قير، عادي خدت الكوره رقصت ممكن تلعبها بليسنج على طول هناك في البعيده جول. لا هو النهارده كان بيعمل بليسنج ويرجع تاني لفتوح، انا مش فاهمها، لو حد فاهمها يبقى يفهمها لي في الكومنتات يعني بصراحه، لان انا مش فاهمها. بس فالشوط ما كانش فيه اي خطوره ولا حاجه، وهي يعتبر كانت التسديده بتاعت زيزو اللي هي في الدقيقه الثانيه دي، التسديده كانت حلوه قوي بس جت يخسرها بره، تمام؟ انه يعني احلى ما كان في الشوط بصراحه كان جمهور الزمالك. جمهور الزمالك يا جماعه ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه يا جماعه ده؟ الله اكبر، حاجه كده ملحمه، بيعملوا ملحمه في اي ماتش يروحوها، اي حاجه جمهور الزمالك فيها بتبقى حلوه بصراحه. بس الشوط الاول خلص وطبعا الزمالك مش احسن حاجه خالص. نزل الشوط الثاني، الدلوعه المرقوعه حسام اشرف في الدقيقه 51 جاب جون عالمي من اسيست زيزو. زيزو اتلعبت له الكوره من عمر جابر، جري وراح معرض العرضيه وحسام اشرف كمل عليها، جون حلو قوي، تمام؟ مره بعدها بدقيقه بالظبط او دقيقه ونص، في الدقيقه 53 يعني، اسيست حلو قوي من الحنكوش، فضل يجري ديرجن ما فقدش الكوره، ما شاء الله عرض المره دي عرض شال، راح حسام اشرف داخل كابسها كبسه مهاجمين كبار قوي ما شاء الله. حسام اشرف زي ما قلت لكم هو مهاجم كويس، هو مش مهاجم وحش، لا مهاجم كويس، بس عايز يلعب كتير، عايز خبرات، لان هو طلع البلديه وكده، بس عايز خبرات، مش يعني مش اللاعب اللي يلعب 90 دقيقة كاملة وفي الماتشات الكبيرة مش هتلاقيه بيظهر، لأن هو لسه عايز خبرات، بس هو لا لاعب كويس، تمام؟ جاب الجول الثاني في الدقيقة 53 من اسيست كويس من حنكوشة، تمام؟ هيجان غريب من الزمالك ما شاء الله، اللعيبة فاقت قوي بعد الجول الثاني، جمهور الزمالك طبعا يشعلل أي حد،
في الدقيقة 62 كورة في غفلة تماما من حسام عبد المجيد، او مش غفلة، ما اقدرش اقول غفلة لان حسام كان كويس، بس هو ما قدرش الكورة صح. يعني العرضية اتلعبت هو ما قدرش الكورة صح، وطبعا كان في زيادة عددية من فريق بلاك بولز جوه، كان في 2 جوه منطقة الجزاء، طلع واحد حطها باليد لا يسأل عنها عواد تماما، كورة صعبة. تمام. هو بلاك بولز على فكرة فريق محترم، فريق كويس بيلعب كورة. يعني الفريق ده ان شاء الله باذن الله هيخرج المصري البورسعيدي الماتش الجاي، يعني دي انا بتمناها، انا زملكاوي تمام، ما بكرهش في حياتي قد المصري البورسعيدي. ان شاء الله باذن الله الماتش الجاي المصري هيخسر هنا في اسكندريه باذن الله، وهيودع الكونفدراليه باذن الله بدري بدري يعني. بس في الدقيقه 66 خرج مصطفى شلبي حنكوشه، وخرج حسام اشرف، نزل مكانهم الرايق بنتايج وناصر هاج. في الدقيقة 79 كده ولا حاجة نزل عمي وعم العالم وعم عيالي وعم أي حد في البشرية دي، شيكابالا. النهارده شيكابالا يا جماعة عمل اسيست، لا تقول لي مودريتش ولا تقول لي دي بروين ولا تقول لي رودري ولا تقول لي بدري ولا تقول لي الناس دي خالص. لا انا كتالوني على فكرة، بس لا، شيكا النهارده يا جماعة عمل اسيست من قبل نص الملعب لزيزو. ايه ده؟ ايه يا ابني الرجل الخشبيه ده؟ ايه ده؟ ثرو من قبل نص الملعب، اللي هو كيف رآه فعلا، كيف رآه ثرو ميسي بالظبط. ايه ده؟ ايه الحلويات دي يا شيكا؟ اهو فورمته بترجع اللي انا طلبتها منه من الفيديو اللي فات والفيديو اللي قبله، يا رب يستمر. انا نفسي شيكا ينهي نهايه يستحقها. شيكابالا لعيب كبير، ما ينفعش ينهي نهايه وحشه. كيف رآه فعلا، كيف رآه ثرو ميسي بالظبط. ايه ده؟ ايه الحلويات دي يا شيكا؟ اهو فورمته بترجع اللي انا طلبتها منه من الفيديو اللي فات والفيديو اللي قبله، يا رب يستمر. انا نفسي شيكا ينهي نهايه يستحقها. شيكابالا لعيب كبير، ما ينفعش ينهي نهايه وحشه. شيكا لعيب عن غصب عن اي حد، شيكا لعيب كوره. خرج عبد الله السعيد ونزل شيكا، وخرج محمد شحاته ونزل محمد السيد. محمد السيد ده ما شاء الله عليه، يعني بصراحه حقه يروح نوتنجهام فورست يعمل فتره معيشه هناك، وان شاء الله يتقبل ويصعد لنوتنجهام فورست الفريق الاساسي، لان هو لعيب كويس قوي، لعيب فدائي، وانا بحب اللعيبه اللي من النوعيه دي، نوعيه طارق حامد والناس دي. ومحمد السيد لعيب فدائي. هدف عالمي بقى من الزوز. شيكا رمى الثرو على اساس مين؟ الزوز. اي لاعب في مصر هيبقى في مكان زيزو هيقول لك اما اشوط او ارفع لب، وفي كلتا الحالتين هتضيع. زيزو اتصرف ازاي؟ ودى الكوره من ورا الحارس وراح حط جسمه، اي لمسه زيزو كان هياخدها ضربه جزاء. النهارده زيزو بيعمل قدم النهارده ماتش مش بنسبه، مش جوده زيزو 100%، لا بس زيزو النهارده بيسترجع جودته. زيزو النهارده احسن ماتش ليه من 4-5 ماتشات فاتوا. زيزو النهارده عامل اسيست وجايب جول، ده غير ان هو كل شويه يستلم، بيباصي، ما بيطولش الكوره في رجله. لبس واحد من بلاك بولز بصراحه كوبري يعني بلس 18، كوبري سافل قوي. تمام. بس زيزو النهارده بيسترجع فورمته. زيزو النهارده حلو، يعني النهارده زيزو الحلو نقول عليه حلو. احنا الماتش اللي فات قلنا زيزو زي الخرا، النهارده زيزو لا، زيزو النهارده كويس، زيزو بيجيب فورمته. تمام. نخش بقى على ايه؟ التقييمات. معلش بقى النهارده الحلقه سريعه عشان هنزل لكم النهارده بالليل باذن الله فيديو لريال مدريد وبرشلونه الكلاسيكو، وانا كتالوني، وباذن الله ريال النهارده تخسر 3-0 4-0 كده ولا حاجه باذن الله يعني. نخش بقى على التقييمات. في حراسه المرمى محمد عواد 6 من 10، حسام عبد المجيد 6، محمود حمدي الوحش 8، عمر جابر 5، احمد فتوح 7. فتوح يا جماعه بيلعب بيلعب وهو حاطط هاند فري في ودنه، مش بيلعب كده زينا، لا لعيب حاطط هاند فري في ودنه. قدامهم دونجا 7، هايل يا دونجا. شحاته مانوز اوف ذا ماتش، يعني بصراحه يا شحاته رائع، 8 من 10. لا 8 ايه، 9. شحاته 9. شحاته ما يستحقش النهارده 8، شحاته يستحق 9. تمام. عبد الله السعيد 5، وده اسوأ ريت يعتبر قلت لعبد الله من حوالي 4-5 ماتشات فاتوا. تمام. لان عبد الله ما يستحقش ريت ده، عبد الله كويس بس هو اكيد تعبان، لان هو بقى له ماتشين 3 بيلعب 90 دقيقه كاملين، فعلى سنه وكده فهو اكيد تعبان. مصطفى شلبي عشان الاسيست اللي عامله وانا كارمه 4. احمد السيد زيزو 8،
وحشتنا يا زيزو، وحشنا العشرات والنجمه بقى. يلا الماتشات جايه كتير. حسام اشرف عشان الجونين اللي جابهم 6. تمام. التبديلات بقى اللي نزلت: شيكابالا عشان الاسيست وكده، وعمل كذا اسيست، ودى واحده لناصر منسي في اخر الماتش، بس شكله ما كانش هايج، ما بيهيكش غير على اللون الاحمر باين. المهم شيكابالا النهارده هياخد 7 من 10. محمد السيد هو انا مش هقيمه، لان لو قيمته هظلمه، ان هو نزل يعتبر اخر حوالي 7-8 دقايق، فحرام اظلمه يعني. هو من غير تقييم، هو كويس بس هو حرام النهارده اقيمه. بنتايج 4 من 10. لسه عندك الكتير يا بنتايج، انت راجع من الاصابه ده طبيعي، وانت النهارده لا عملت دوتون ده فتوح كويس قوي. تمام. اسمه ده ناصر منسي هديله 4 من 10. المهم تكونوا الحلقه عجبتكم، تقييماتي عجبتكم. لو عجبك الفيديو عايزك تعمل فولو ولايك وريبوست، وتعمل سبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب اللي هتلاقيها في البايو بتاع تيك توك. تمام. اشوفكم على خير. الف مليون مبروك لجمهور الزمالك، وعقبال جمهور كاتالونيا باذن الله الساعه 11 ودقيقتين. سلام.